تخيل معايا إنك قاعد قدام كتاب أو لابتوب، عايز تذاكر أو تخلص شغل مهم، وفجأة تلاقي نفسك ماسك الموبايل فاتح تطبيق ودماغك سرح. 5 دقايق راحت، بعدين 10، وفجأة اليوم كله ضاع. الخبر الصادم: معظمنا مش بيعاني من قلة وقت، احنا بس ما عندناش عادات بسيطة بتخلي دماغنا يركز بجد. أهلا بيكم، أنا هنا علشان أشارك معاكم 7 عادات يومية بسيطة تقدر ترفع مستوى تركيزك بنسبة ممكن توصل ل 300%. لو نفسك تشتغل بتركيز من غير ما تحس إن وقتك بيضيع، خليك معايا للآخر. وقبل ما نبدأ، لو بتحب النوع ده من الفيديوهات اللي بتغير حياتك بعادات صغيرة، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. أول حاجة: المية. أيوة، الموضوع بسيط جدا بس خطير. الجفاف حتى لو بسيط بيقلل من سرعة استيعاب المخ بنسبة كبيرة. كتير مننا بيصحى على قهوة من غير ما يشرب كوب مية واحد، والنتيجة دماغك بيبدأ اليوم وهو تعبان. الحل: كوباية مية أول ما تصحى قبل أي حاجة تانية. صدقني هتحس بفرق ملحوظ في أول أسبوع. العادة التانية: قاعدة الدقيقتين. أغلب الناس بيفتحوا موبايل دقيقتين يشيكوا على إشعار، وتلاقيهم ضيعوا ساعة. القاعدة دي عكس كده. أي مهمة ممكن تتعمل في أقل من دقيقتين اعملها فوراً. ليه؟ لأن تراكم المهام الصغيرة بيخلي دماغك مشتت حتى لو مش حاسس. العادة التالتة: تقسيم اليوم بمربعات طاقة. يعني بدل ما تقول هشتغل 5 ساعات، قسم الوقت لبلوكات قصيرة من 25 دقيقة تركيز زائد 5 دقايق راحة. الطريقة دي معروفة باسم بومودورو، وهي مش رفاهية. المخ زي العضلة، لما تديه استراحة صغيرة بيقدر يرجع أقوى. عادة رابعة: الكتابة. مش كتابة رواية، مجرد 5 دقايق في الصبح أو قبل النوم تفضي دماغك على ورقة. الأفكار اللي بتلف في دماغك طول اليوم بتسرق تركيزك من غير ما تحس. لما تكتبها كأنك بتدي إشارة لمخك: ارتاح، أنا سجلت. عادة 5: مكان واحد للشغل. حاول بقدر الإمكان تفصل بين مكان الراحة ومكان الإنجاز. لو بتذاكر على السرير مثلا، دماغك بيتلخبط: هل أنا هنا علشان أنام ولا أركز؟ النتيجة بتكون لا نوم مريح ولا شغل حقيقي. عادة 6: الحركة السريعة. جرب قبل ما تبدأ أي مهمة صعبة تعمل 20 سكوات أو تمارين إطالة سريعة. ليه؟ لأن ضخ الدم للمخ بيشتغل زي تشغيل زرار للتركيز. الموضوع بياخد أقل من دقيقتين، لكنه بيغير مودك بالكامل. عادة 7: قاعدة قفل الدايرة. يعني إيه؟ ببساطة، أي حاجة تبتديها خلصها أو وصلها لنقطة توقف واضحة. لما تسيب حاجة معلقة، عقلك بيفضل يفكر فيها حتى وانت مش شغال عليها، والنتيجة تشتت مستمر. دلوقتي يمكن بتقول: طيب أنا بجرب عادات كتير وبرجع أسيبها. السر مش إنك تبدأ ال7 عادات مرة واحدة. ابدأ بعادة واحدة بس لمدة أسبوع. لما تثبت ضيف التانية. النجاح مش سبق، النجاح تراكمي. خليني أرجع بيك لأول مشهد، اليوم اللي ضاع بين موبايل وسرحان. تخيل لو نفذت عادة أو 2 من اللي قلنا عليهم. بدل ما اليوم يضيع، هتلاقي نفسك بتخلص مهامك أسرع ووقتك فاضي للحاجات اللي بتحبها. الخلاصة: التركيز مش موهبة عند ناس معينة. التركيز نتيجة عادات بسيطة يومية. لو بدأت النهاردة، ممكن بعد شهر تبص لنفسك وتقول: أنا بقيت شخص تاني.